ربنا عمره ما كان ظالم، ربنا عادل، والعدل بيجي للبني آدم المجتهد المتقي ربنا في كل خطواته. وصلنا لنهاية نهاية 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 رحلة ثانوية عامة. أهلا بيكم يا شباب، كل سنة وحضراتكم طيبين، ونهاية فعلا رحلة الثانوية العامة، وأطول سنة ممكن تكون عدت عليك في حياتك حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، مش في الدنيا كلها. هنعمل فيها ايه يا دكتور، وبدايتنا ايه، وجايين لك فعلا محطمين وخلاص البطارية فضيت، محتاجين حد يبتدي يعني من الاخر كده يشحن اي حاجه بيه، اي باور بانك لو سمحت موجود، علشان فعلا طاقتنا انتهت. بص يا دكتور، تعامل مع امتحان الاحياء اللي جاي لك في الاخير ده على انها فرصه صدقني مش هتتكرر تاني، فرصه اخيره ربنا بعتها لك لغايه عندك. صدقني في ناس بتعيش وتموت بتتمنى فرصه علشان خاطر تحقق فيها ذاتها، ممكن تيجي الفرصه دي عندها وتلاقيها راحت منها، وتفضل طول العمر تندب حظها. يا ريتني كنت استغليت النقطه دي، يا ريتني كنت اشتريت الشركه الفلانيه، يا ريتني كنت جبت الشقه دي، يا ريتني كنت خطبت البنت دي بدل ما انا. بص، حياتنا كلها عباره عن فرصه، عمر ما في حاجه اسمها حظ. عمر الحظ ده ما يبقى يجي البني ادم متكاسل. ببساطه كده الواحد المحظوظ يفرق ايه عن الواحد المتعوز؟ ان الحظ او الفرصه قابله في الناحيه الثانيه واحد مجتهد، واحد مستعد، والاستعداد والاجتهاد في ماده الاحياء صعب. وعشان الصعوبه دي انا معاك وفي ظهرك ومش سايبك، وبقول لك دي تقسيمه شغلك. انت جاي فعلا محطم، كتر خيرك، جاي لي فعلا طاقتك خلصت، بغض النظر عن اللي فات. لو سمحت مش عايزين نفتحه يا دكتور، كان اعرابها يا دكتور، ده احنا انسى لو سمحت اللي فات بقفلته كده. خلاص ما كتب قد كتب، اللي حصل. انا في اللي جاي، انا في فرصه قدامي ذهبيه ان انا اثبت للناس ولربنا ولاهلي ولمدرسيني على فكره انا مش وحش، على فكره انا اجتهدت وما زلت هجتهد. وهو ده اللي ربنا امرنا بيه، الاجتهاد والسعي. علشان لما تقف قدام ربنا وتقول له انا عملت اهو اللي عليا وفعلا ما كسلتش، اديني يا رب على قد اللي انت هتشوفه كرحمتك، اجبر بخاطري يا رب. جبر الخواطر ده وجالك في الثانويه العامه وفي امتحان الاحياء، نشكرك يا رب ونحمد فضلك. جالك في الكليه، نشكرك يا رب ونحمد فضلك. جالك بعد كده بعد سنتين ثلاثه، ربنا ما بيضيعش تعب حد، عمره ما بيضيع تعب حد. ممكن يؤجل، ممكن من وجهه نظرك انت كطالب ما تبقاش فاهم الخير فين، لكن صدقني لكل شيء في الدنيا تحت السماء وقت. ربنا عمره ما كان ظالم، ربنا عادل، والعدل بيجي للبني آدم المجتهد المتقي ربنا في كل خطواته. وانا دلوقتي عايزك تتقي ربنا في حاجة واحدة بس، هي تقسيمة الشغل. التقسيم على ال7 أيام محتاج منك مجهود قليل بس على أيام كتيرة، عشان توصل ليوم الخميس 16/7 عندك نفس، تقدر تقعد في اللجنة الامتحان. امتحان الأحياء اديني بقولها لك من قبل ما تخش اهو، الامتحان هتلاقيه في جيبك، وانا قايل لك تفاصيل ال46 سؤال وهنقولهم تاني في ليلة الامتحان. هتلاقي الامتحان بيخلص معاك بعد ساعة، ساعة الا ربع. ما تقعدش تغير اجابات. ليه؟ لان هنا هيحصل معاك شريط حياتك في السنة دي بيلف بالعكس، اللي هيخليك هادي وما تغيرش اجاباتك وبتظلل البابل شيت الاخير عن اقتناع، هو ان حضرتك كنت واثق في ربنا، واثق في قدراتك، واثق في نفسك ان شاء الله ربنا مش هيضيع تعب. هنعمل ايه يا دكتور طيب في الايام دي؟ اول حاجه حضرتك بعد يوم الفيزياء اقفله بغض النظر كان عامل ازاي، هتخش تريح وهتبتدي في فصل جميل جدا صغنون كده، وهو فصل الهرمونات، زائد مراجعه اول 5 نماذج استرشاديه لعام 2025. نازله معاك على الابلكيشن بصوره متجمعه، ونازله معاك برضو على الابلكيشن بصوره فردانيه، ونازله معاك الPDF بتاعها للناس اللي مش معاك، وموجوده الامتحانات الاسترشاديه في 2025 في كتاب الامتحان مراجعه نهائيه، وفي كتاب التفوق مراجعه نهائيه للناس اللي مش معانا او معانا. احنا بقى بقول مراجعه مش حل، لان احنا اوريدي حلينا الكلام ده. طب اللي لسه حل حبيبي، ال5 دول مش هياخدوا معاك في ايدك غلوه. الهرمونات كهرمونات في ناس هتحب تراجعها منين؟
عندك 4 طرق تراجع بيها الهرمونات. واحد هيقول لك انا همسك المنهج نفسه، هيلاقي الفيديوهات بتاعته على الابلكيشن. واحد يقول لك لا انا همسك العنكبوته، هيلاقي الفيديوهات بتاعتها على الابلكيشن. واحد ثالث هيقول لك لا انا هراجعها من الفيتاماب، الخرائط الذهنيه اللي الدكتور كان قايلها لنا. واحد رابع هيقول لي طب انا هستنى للفيس تو فيس اشوف الدكتور هيراجعها ازاي. تقراها وتراجعها من حاجه من الثلاثه دول عشان في الفيس تو فيس في القاعه اعرف اظبط معاك الدنيا، وهقول لك التفاصيل بالنسبه لطلاب المنيا. نيجي ليوم الجمعه، دي يوم طويل، خدت وقتك من النوم، خدت وقتك من الزعل او من الفرحه على حسب ادائك في امتحان الفيزياء. هتراجع الدعامه والحركه وفصل الصخور. ليه يا دكتور الصخور؟ لان ده اللي هيخدم بعد كده على المعادن وعلى الارض. ومراجعه اخر 5 استرشادي. تيجي يوم السبت، التكاثر، يوم انت خدت لك دلوقتي وقت من الراحه، يوم طويل مفيش اي حاجه فيزيولوجيه معاك، يا دوبك التكاثر. واول 5 استرشادي 2026 بنفس الطريقه بنفس المنوال. نيجي ليوم الحد. يوم الحد بالنسبه لطلاب المنيا هيبقى عندهم الحد والاثنين للي هيرغب انه ممكن ينزل القاعه فيس تو فيس، وهقول تفاصيلها دلوقتي كمان شويه. لكن انا بتكلم مع الناس اللي مش هتقدر تنزل او هتنزل وفي نفس الوقت تمشي على الخريطه. المناعه، وفي ناس عارفه ليه المناعه بتتحط في اليوم اللي زي ده، لان المناعه في ربع ساعه. وفي ناس فاهمه انا قصدي ايه. المناعه في النبات، المناعه في الانسان، الحلزونه، الكلام ده هيبقى في اليوم ده. زائد فصل تاني صغير في الجيولوجيا هو المعادن، فصل جميل ولذيذ وتحفه، وان شاء الله درجاته تكون مضمونه بالنسبه لك. النظام البلوري، التقسيم الكيميائي، مين معدن ومين ليس معدن، استخدامات المعادن، في حاجات كتير الحمد لله الناس يعني على مدار الشغل بتاعنا في السنه اتظبطت معاها المعادن ظبطه محترمه. نيجي لليوم الاثنين، هيبقى اليوم الثاني بالنسبه للفيس تو فيس، واليوم الخامس بالنسبه للتقسيمه هيبدا في الدي ان اي والار ان اي والهندسه الوراثيه وتفنيشه الارض. طيب الثلاث والاربع انت كده المفروض تكون خلصت كل ما هو استرشادي تراجع، كل ما هو دي ان اي وار ان اي والحاجات دي كلها اتراجعت. اليومين الاخرانيين حضرتك بتعمل حاجه واحده، بتراجع مراجعه عامه على المنهج. عندك مصادر انت ناسيها، امتحانات السنه اللي ممكن الناس تتخض لما تسمعها، اللي فوق ال 130 امتحان. انت امتحنت السنه دي معايا فوق ال 130 امتحان، متخيل؟ في ناس بتقول ازاي؟ امسك الورق بتاعك وعد، ولو لقيت يا عم العدد اللي انا بقوله ده مؤفور بحق، انا بتكلم على الورقي. 130 امتحان ورقي انت امتحنته معايا السنه دي. هتراجع، شوف غلطاتك، امتحانات الدوري، الامتحانات اللي قبل الدوري واللي بعد الدوري واللي في المراجعه واللي في السوبر دراجون، كل الامتحانات اللي عدت عليك ابتدي شوفها بنماذجها. وزائد اهم مصدر اللي بعد الاسترشادي طبعا هو ايه؟ هو مراجعه السنوات السابقه، هتقسمها على يومين، وخصوصا اليوم الثاني اللي هو امتحان عام 2024 و2025. بتفنش طبعا في خلال هذه المده انت هتكون حليت حاجه ثانيه، هي مذكره ليله الامتحان. مذكره ليله الامتحان استلمها ازاي يا دكتور؟ دي هتبقى متاحه في قاعه حلم عمري يوم الاحد ويوم الاثنين 12 و13 يوليو من الساعه 11 الصبح حتى 3 العصر. بالنسبه لطلاب اللي عايزين يحضروا المراجعه فيس تو فيس، هنراجعها ازاي؟ لا مش هنراجعها من ورق، امال هنراجعها ازاي؟ هنراجعها بفيديوهات انفوجرافيكس، يعني من البلدي بالبلدي كده هنقسم اليومين بتوعنا على الفصول، وهوريك اللي بيحصل في جسم الانسان فيديو حته من المنهج، من اول الدعامه التركيبيه لغايه الهندسه الوراثيه، من الاول للاخر بطريقه الفيديوهات، بحيث ان الطلبه اللي كانت تبقى قاعده معانا، ودي كانت يعني صوره من احسن اللقاءات اللي عدت السنه اللي فاتت، هي ان الطلبه اللي تبقى قاعده هي اللي بتقول مش انا اللي بقول، هي اللي بتراجع مش انا اللي براجع. وهنبدا نستلم معاهم المذكره اللي فيها حوالي 500 سؤال على المنهج كله، فيها افكار مهمه، جت منها جت، ما جاتش خلاص احنا بنجتهد، لكن في مصادر اساسيه احنا اتفقنا عليها وهي الاسترشادي والسنوات السابقه. النت ريزلت المحصله يا دكتور بتاع كلامك كله ايه؟ الاسترشادي هيكون اتحل 25، تاني 26 هيكون اتحل تاني، السنوات السابقه تاني. المنهج الكونتنت بتاعنا السنه دي مفتوح كليا، اللي عايز يراجع من المحتوى الكبير يراجع، اللي عايز يذاكر من الفيديوهات بتاعت المراجعه يذاكر، اللي عايز يذاكر مش من فيديوهات من بي دي اف، عندك 49 ورقه للمنهج كله هتنزل لك على الفيديو، على الحاجات اللي هتبقى نازله لك في جروبات الواتساب وفي الفيديوهات.
بحيث ان اللي مش عايز يسمع اي فيديو خلاص يلاقي، اللي عايز يراجع معانا بطريقه الانفوجرافيكس هيتبسط انبساط مرعب. وهنتصور الصوره الختاميه لدفعه 2026 واودع دفعه من اللي يمكن كان في شد وجذب مع بعض على مدار السنه، لكن صدقني لما جينا لحظه النهايات لقيت ان انتوا هتوحشوني جدا جدا جدا. ولما دخلت 2027 قلت لا انا عايز 26. انا حبيته، بقينا عشره، بقينا اصحاب واخوات، وبتشرف في بعض الناس ان انا كنت ولو جزء وخطوه ومحطه وفي رحله طويله. اتمنى يا رب تكون كانت خطوه ومحطه كويسه، ما كنتش سببت اي اذى لاي حد. لا يسعني في الاخر غير اني اقول يا رب وفقني ووفقهم، واوصل بينا يا رب للتفوق. وصدقني انا متاكد زي ما انا بجتهد في شغلي وربنا ان شاء الله بيشيل لي الحاجات الحلوه، انت كمان ربنا هيكرمك على قد اجتهادك وعلى قد مجهودك. وانا متاكد انك تعبت ومجهودك كبير، بس محتاج تكمل، محتاج تنظمه. لو رجعت للتقسيمه هتلاقي ان الشغل متقسم بحيث ان عدد ساعات مذاكرتك ما يبقاش كبير، لان انت طاقتك بدات تقل. وده اللي المفروض يحصل في النهايات، ان احنا نقسم مش نضغط. اتمنى يا رب ما اكونش عطلت عليكم، ولكن كل سنه وحضراتكم طيبين، وبجد هتوحشوني ومنتظركم في مراجعه ليله الامتحان بتاعه الاحياء. اجمد يا دكتور، كل سنه وانت طيب.